بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز اي كوك يونيو اير 4 شعلة. الأرضية اللي تحت النار متاكلة. الأرضية اللي تحت النار واللي فوق النار برضو، اللي فوق النار دي سهلة بتتجاب وبتتحط زي الرف، أي حد يشيلها أو يركبها عادي. اللي تحت النار بقى هي اللي مشكلة، اللي محتاج تتثبت بمسامير طبعا. اهي متاكلة خالص، وماسورة الفرن برضو متاكلة اهيت. طبعا احنا بنفضيه عشان هنحل الارضية اللي تحت النار ديت، فهنفضي الفرن كله حتى الشبكة تطلع. هنقيس طبعا الاول طول والعرض، وهنخلع الباب ده فيه علقتين تحت او مساعدين تحت اهيت، برفعها لفوق كده اهوت، برفعها على الاخر، لان كل بوتاجاز وليه طريقة في حل الباب. وانا منزل معظم الفيديوهات، كل بوتاجاز ليه طريقة في الحل. يعني في مساعد ده بيتحل بيطلع لفوق، وفي مساعد تاني بيخش جوه الجزء اللي في البوتاجاز حسب السوست او المفصلات بتاعة الباب. في بعلاقة، وفي من غير بعلاقة، وفي بدراعين، وفي من غير دراعات زي ديت كده. بنرفع المساعد دوت نحطه على الباب، وبنرفع الباب لفوق كأننا بنقفله، وترفع رفعة صغيرة فوق بيطلع معاك. انا عامل فيديو بالتفصيل عليه برضو، اللي محتاج يشوفه يبعت لي في التعليق، وانا ابعت له الفيديو ان شاء الله. هو انا اسف بس على التصوير في حتة الباب دي، لان انا بصور بيه وبشتغل بايد، لان ما كانش في حد معايا يصور اهوت. مجرد ما برفع افتح اقفل الباب كأني بقفله، وبرفع من تحت كده بيطلع من الجزء اللي في البوتاجاز من جوه اهو. برفع بايدي كده اهو بيطلع معايا بكل سهولة. كده احنا خلعنا الباب، لان بوسع لنفسي طبعا عشان المراكب الجديدة. طبعا انا الاول خدت مقاسها 47. 47 اهي، في 44. 47 في 44 هو غالبا، يعني ممكن تلاقي المقاس او ممكن ما تلاقوش. انا كبالنسبه ليا كراجل صناعي، انا جبت ارضيه تحت النار بتاعت يونيفرس، يعني اقرب حاجه ليها. تمام، اقرب حاجه ليها. طبعا هي ليها مسامير من ورا طبعا، بس هي دايبه، مجرد ما تضرب ضربتين كده اهوت هتنزل معاك، لان هي دايبه بمساميرها كلها دايبه. مش هتحتاج تلف البوتاجاز والكلام ده، لان هو المفروض انك انت عشان تثبتها بتحل بتكفر اللي ورا، بتدار البوتاجاز، شغلانه تانية يعني. فانا عامل فكره كويسه برضو. وفي مسامير من قدام هنا، بنفتح الدرج اللي تحت اللي هي العياشه اللي تحت دي، فيها مسمارين بتحلهم برضو بتلاقيها طلعت معاك. وممكن تدق عليها برضو، ممكن تلاقيهم دايبين زي اللي ورا كده. اللي ورا دي فيها 3، اللي ورا دي فيها 3، واحد في اليمين، واحد في الشمال، واحد تحت الفونيا في النص كده بالظبط. فطلعت اهيت. ادي الارضيه اللي تحت النار، طلعنا القديمه اهي. طبعا هنضف انا كده، هشيل برضو الحاجه اللي تحت دي كلها. طبعا دي الصاجه اللي بتتحط بين الباب وبين البوتاجاز، محدش بيشتغل بيها. انا عملت واحده تانية بثبتها في الفرن من فوق في السقف، بتغني عنها خالص. ادي الارضيه اهي. فالارضيه دي الجزء اللي ورا ده كان نازل لتحت، فانا عدلته لفوق، عملت شبه نظام علبه كده، وفتحت فتحه مطرح الفونيا عشان ماسوره الفرن ايه تخش على الفرن على طول، مفيش حاجه تحوشها يعني. وبركبه بالجنب كده اهوت، هيسقط لوحده، هيسقط على طول تحت اهو. هو انا مخرم بره الارضيه عشان يبقى انا الشنيور لما يجي يخرم في البوتاجاز بخرم في ظهر البوتاجاز بس، يعني بخرم صاجه واحده مش صاجتين، لان انا خرم الاتنين بره. ادي خرم اهو، ودي خرم التاني. هنخرم بالشنيور اهو، خرم هنا اهو وثبته هنا واحد، وادي التاني اهو
ده مكان الخرم، عملت زي خلع كده عشان ماسورة الفرن تخش ايه على طول. ومسمارين من هنا برضه، واحد هنا واحد هنا كده. ثبتت الارضية كده، الارضية ثبتت اهي. ادي المسمارين اهو، دقت جامد. احط بقى ماسورة الفرن. الفونيا اول ما الفونيا طبعا احلها قبل ما اركب الماسورة. ليه؟ لان انا حالل كده. انضف الماسورة طبعا. حليت الفونيا اهو، وافتح الغاز. افتح الغاز كده عشان لو في حاجة في الماسورة تنزل وتطلع بره. واسلك الفونيا. ده غاز طبيعي اهوت. الغاز الطبيعي الفونيا بتاعتها بتاخد 1.5. الفرن الأربعة شعلة بتاخد 1.5 مللي. الأربعة شعلة بتاخد 1.5 مللي. نرجع اركبها تاني بقى. ادي ماسورة الفرن اهي. طبعا ماسورة الفرن في منها عليها الصاجة دي وفي منها معلهاش. فانا جبت واحدة كده من عندي ليها صاجة بتفرد النار، بتبقى احسن بكتير. ادي النار اهي، وبسم الله ما شاء الله. ادي غيرنا الارضية اللي تحت النار وماسورة الفرن. والارضية اللي فوق النار دي اي حد بيجيبها بيركبها مثلا 43 في 44 زي ما اجي. بس اهم حاجة 43 عشان تخش فين؟ بتخش في الجناب البوتاجاز. هي كده تمام. ثبتها طبعا بمسمار في النص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.